بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا المحترمين على اليوتيوب، بتمنى من حضراتكم لايك وشير ونشترك في القناة عشان يوصلكم كل جديد، ونصلي على النبي في الكومنتات عشان كلنا ناخد ثواب. فضلا وليس أمرا نشترك في القناة يا جماعة. عودة علي معلول ملك الحلول، أخبار شبه مؤكدة يا جماعة، وإن كابتن سيد عبد الحفيظ تواصل هاتفيا مع علي معلول ملك الحلول، منك يا لول، أسرع دريفري في مصر. هناك يعني تواصل حصل ما بين كابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن علي معلول في ان هو يرجع 6 شهور على سبيل الاعارة او سنة ونص، يعني يفسخ عقده مع نادي الصفاقس بالتراضي ويجي يمضي في النادي الاهلي سنة ونص. يعني هو ايه، الكابتن سيد عبد الحفيظ اداله الاتنين اوبشن دول، وهو يختار ما بينهم. بس في حالة ان هو هيعرض على المدير الفني يستروب الموضوع، فلو وافق المدير الفني ان شاء الله باذن الله علي معلول ان شاء الله باذن الله نشوفه سواء 6 شهور على سبيل الاعاره او سنه ونص. السؤال هنا بقى، هل علي معلول هيوافق؟ سؤال تاني، هل علي معلول فعلا هيجي النادي الاهلي يرجع ونرجع نشوفه تاني بتشيرت النادي الاهلي؟ انا اتمنى، واعتقد جماهير النادي الاهلي كلها تتمنى، لان هو فعلا خطأ جسيم لا يغتفر من مجلس الإدارة إن علي معلول يمشي. وأيضا عمرو السولية، جماعة عمرو السولية كان يدي سنة كمان أقل حاجة، كلنا شايفين مستواه ما شاء الله في نادي سيراميكا. وعلي معلول تحديدا والله يدي سنتين، والله تحديدا أنا شخصيا وجهة نظري علي معلول كان يدي سنتين تاني في النادي الأهلي. ومشيانه كان كارثة وخطيئة لا تغتفر من مجلس الإدارة، لأن أنت شفت، أنت ما أنتش عارف يعني تجهز بديل، مش هقول بنفس القدر، يعني مش عارف تجهز بديل مستوى، يعني نص مستوى علي معلول. كلنا شفنا مستوى كوكا، كلنا شفنا مستوى شكري، كلنا شفنا مستوى كريم فؤاد. ولكن يعني يا جماعة الناس اللي هي بتلعب مش في مركز، مش في مركزها، الناس دي معذور. ولكن واحد زي شكري يعني طلع مستواه محدود، طلع مستواه محدود، له مني كل الاحترام والتقدير طبعا، ولكن فنيا هو محدود. فرجوع علي معلول إضافة كبيرة جدا، وأتمنى يكون الخبر ده صحيح، وأتمنى إن هو يتم، وأشوف علي معلول تاني بتشيرت النادي الأهلي. فعلا يا جماعة الراجل ده عنده روح، أقسم بالله ما عندي لعيبة في النادي الأهلي في الوقت الحالي وبتلعب، وولاد النادي، ولاد النادي حرفيا، يعني كتافهم لحم كتافهم من خير النادي حرفيا. ولكن أقسم بالله علي معلول ده يعني السبب في مشيانه والله يتحاسب